في ممثلين كتير بيبقوا قاعدين مستنيين اليوم اللي هيعملوا فيه مسلسل أو فيلم بطولة عشان يتنقلوا نقلة تانية، وفي ممثلين تانية غيرهم كانت أدوار البطولة أو الأعمال البطولة هي اللي كانت سبب في تدمير مسيرتهم. وأول حد معانا هو علاء مرسي، وعلاء مرسي كان بادئ مع هنيدي وعلاء ولي الدين وأشرف عبد الباقي وفنانين تانية كتير، كلهم بقوا في سنتين 3 بقوا بيعملوا أفلام ومسلسلات بطولة، وهو كان متأخر عنهم شوية. إن هنيدي زي ما بيقولوا كان هو راس السهم اللي ابتدى يطلع، وبعديه كلهم ابتدوا يعملوا حاجات بطولة، لحد لما جه مخرج ومنتج قال لك علاء مرسي هو اللي متبقي من الجيل ده، خلاص ما نيجي نجرب نعمل له حاجة بطولة يمكن ينجح زيهم وتبقى طالعة كده زي محمد هنيدي في شركة العدل جروب. وفعلا اتعمل فيلم لعلاء مرسي اسمه عودة مدرسة المشاغبين، والفيلم ده ما اعتقدش ان هو في حد شافه، وان الفيلم كان تقييمه تحت الارض وضعيف جدا زي ما قلنا، وان هو كان عايزين يعملوا زي كوميديا بقى ان هو مدرسة المشاغبين وفيلم مدرسة المشاغبين بتاع نور الشريف، وقال لك نعمل حاجة بقى بستايل شبابي ويمكن تنجح، بس هي ضربت في وشهم للاسف. وبعديها علاء مرسي بدل ما هو كان بيعمل ادوار صغيره 5 6 مشاهد مثلا ولا 10 مشاهد، بقى بيطلع ضيف شرف مشهد واحد او مشهدين بالكتير. هو كانت المشاهد بتاعته بتعلم في الافلام دي، زي مثلا المشهد بتاعه في فيلم ميدو مشاكل او المشهد بتاعه في فيلم عندليب الدقي، لكن هو خلاص اتثبت على كده، بقى بيطلع مع زمايله اللي هم في نفس الجيل هنيدي ومحمد سعد، يطلع معاهم في مشهد او مشهدين ضيف شرف وخلاص. وفضل فنان الضيف الشرف لحد دلوقتي، ممكن فيلمين على مدار ال 20 سنه دول اللي كان ليه دور شويه وكان دور صغير، زي فيلم الحرب العالميه الثالثه لما كان عامل هتلر، وفيلم كمان وخلاص كده. ممكن كانت بدايته لو عمل فيلم غير فيلم عودة مدرسة المشاغبين ده، وكان الفيلم نجح او على الاقل اتشاف شوية، كان ممكن علاء مرسي يبقى في حتة تانية. تاني حد معانا وهي ريهام عبد الغفور، ودايما بلاحظ ان ريهام عبد الغفور محببة للاهالي والامهات بالتحديد، يعني اي ام نفسها ابنها يتجوز واحدة في اخلاق وشكل ريهام عبد الغفور، مثلا هي وهبة مجدي لما بيطلعوا في المسلسلات زمان في بداية الالفينات وكده. ودايما ريهام عبد الغفور كانت بتطلع في بداية الالفينات في مسلسلات وافلام اللي هي البنت الهاديه المؤدبه اللي ما بتسمعلهاش حس، البره بوالديها، كل الكلام ده. والدور ده قوي ما بيثبتش ان الممثل ده قوي ولا لا، ان هو بيجيبوه يتحط كده يعمل نفسه غلبان وخلاص. هو الدور اللي عملته في بدايتها خالص كان مختلف، هو كان فيلم حريم كريم، وشاركت بقى في حاجات كتيره نجحت زي مسلسل الحياه والسراب او فيلم ملاك اسكندريه، وعملت برضه حاجات كتيره نص نص زي فيلم جاي في السريع وعليا الطرب بالثلاثه. ده كان فيلم ما فيش اسوأ من كده في الفتره دي، ده كان من الافلام الهابطه وقتها، لحد لما بقى جه في مخرج ومنتج قرار وقال لك لا والله البنت بقى لها 5 6 سنين شغاله، لازم الوقت ده اللي تعمل فيه بقى بطوله. وعملت فيلم اسمه بالعربي سندريلا، او هي كاركتر سندريلا يعني، والفيلم كان وحش برضه قوي، وتقييمه اصلا على موقع السينما 2 من 10، وكان بيشاركها في البطوله احمد هارون وحسن حسني. بعد ما عملت بقى الفيلم البطوله ده ابتدت ترجع بقى، يعني هي الخطوات اللي خدتها لحد فيلم سندريلا ابتدت ترجعهم تاني، ان هو دورها ابتدى يصغر اكتر، مع ان هو مثلا كان دورها لو دورها مثلا 20 مشهد 30 مشهد فبقى دورها 10 مشاهد، وابتدت تعمل اعمال بقى اضعف من الاعمال اللي هي كانت بتشارك فيها في الاول، زي ما قلنا بقى الحياه والسراب وملاك اسكندريه والافلام دي. ابتدت بقى المستوى ينزل سيك، ان هي عملت بقى مسلسل عشان ماليش غيرك بتاع الهام شاهين، ومسلسل الف ليله وليله بتاع اشرف عبد الباقي، وجوه اللعبه بتاع مصطفى قمر، ده كان فيلم برضه فيلم ضعيف قوي، فيلم عبيط قوي، لحد بقى ما رجعت من 5 6 سنين ابتدت تعمل اعمال قويه تبان بقى ان هي قدراتها التمثيليه، مش اللي هي البنت الطيبه وخلاص. ان هي عملت مسلسل وش وظهر مع عاد نصار، كان المسلسل حلو. بعد كده عملت مسلسل الاصلي ومسلسل غرفه 207، ان هي خلاص بقى ابتدت تبان ان هي ممثله تقيله، والمفروض يبقى ليها دور اكبر شويه من 5 6 سنين. بقى لها 15 سنه محصوره في ادوار غريبه، وعملت برضه في الفتره الجديده بتاعتها دي افلام ضعيفه زي اعز الولد وليله العيد، بس خلاص هي اثبتت في الفتره دي ان هي ممثله تقيله. تالت حد معانا هو باسم سمره، وباسم سمره الناس ابتدت تاخد بالها منه من وقت فيلم الجزيره، وابتدى بقى يعمل افلام، منها الافلام الضعيفه ومنها الافلام القويه زي فيلم احاسيس وفيلم 6 7 8 وفيلم الفرح، وعمل مسلسلات قويه قوي زي مسلسل بنت اسمها ذات والوالده باشا. فهم خلاص بقى برضه حسوا ان هو ده وقت باسم سمره بقى ان هو يعمل بطوله ويكسر الدنيا، فعمل ظرف 3 4 افلام ورا بعض كلهم شبه بعض، حتى بنفس التصوير اللي تحس ان اللون بتاع بشرتهم كلهم فيه صدى كده او لون بني. ان هو عمل فيلم وش سجون، في جمهورية امبابة، في الدنيا مقلوبة، 3 افلام كلهم نفس الاداء وشبه بعض، لان زي ما قلت لكم قبل كده هو باسم سمرة بيتألق في حتة البلطجي او المعلم وخلاص، مش هيديك ادوار
مختلف عن كده. بعد ما عمل ال4 أفلام دول هم فشلوا، حتى علا غانم لمّا طلعت في لقاء قالت إن إحنا كميتنا مش ماشية مع بعض، إن أغلب الأفلام دي كانت مع علا غانم. ابتدى دور باسم سمرة يرجع تاني الرجل التاني في الأفلام، إن هو يبقى جنب السقا أو يبقى جنب أي حد. وبعد فترة الأفلام بطولته دي ابتدت الأعمال بتاعته تقل، إن هو يطلع بقى في مشهدين 3 أو مش أكتر من كده، أو يطلع ضيف شرف، لحد من سنتين 3 بقى لمّا عمل مسلسل العتاولة وعمل قبليهم مسلسل كمان، وخلاص ابتدى يرجع للصورة، بس برضه بالصورة اللي هو البلطجي أو المعلم وخلاص. إن هو مثلًا يطلع جنب مصطفى شعبان في بابا المجال، ممكن يعمل دور كوميدي سيكا زي فيلم عنتر بن شداد بتاع محمد هنيدي. ودور الشر الكوميدي بصراحة أنا ما باحبوش منه أوي، أنا باحب دور الشر يا شر، يا إما تجيبوا بقى حد كوميديان يعمل اللي هو الشر بطريقة كوميدية. لكن يعني أنا دايمًا باحس إن هو الشخصية الشريرة في الأفلام دي أنا باحبها، فلمّا يطلعوه عبيط أو إن هو مهزأ أو إن هو بتاع، لأ أنا باحس إن أنتم بتقلوا من الشر في الأفلام، فأنتم سيبوه زي ما هو. إن هو مش لازم عشان شرير الناس تحبه يطلع يقول إفيهات أو يطلع يقلش. رابع شخصية معانا وهي رندا البحيري، ورندا البحيري بادئة من بداية الألفينات، حتى كانت بتعمل الأفلام القصيرة مع الثلاثي شيكو وهشام ماجد وأحمد فهمي، وكانت بتشارك في مشاهد صغيرة بقى، تطلع في مسلسل مع يسرا، تطلع في فيلم لأحمد عيد. إنها برضه خدت فترة انتشارها مثلًا 5، 6 سنين، بعد كده المخرجين قال لك هي دي مي عز الدين القادمة. ففي بداية مثلًا 2013، 2014 عملت فيلمين بطولة. سنة 2013 عملت فيلم بوسي كات، والفيلم ده أنا ما اتفرجتش عليه وما قابلتش حد اتفرج عليه. وعملت بعديها سنة 2014 فيلم اسمه بنت من دار السلام، وده فيلم يعني سيء لأقصى درجة، وفنانين كتير أوي من اللي شاركوا في الفيلم ده طلعوا بعد كده قالوا إن هم يعني ندمانين إن هو شاركوا فيه. ورجعت بعد الفيلمين البطولة دول زي كل الفنانين اللي إحنا اتكلمنا عليهم قبل كده، رجعوا 3، 4 خطوات لورا، إن هم بدل ما حتى كمان بقوا الدور التاني بقوا الدور التالت أو الدور الرابع، إن هي كمان مش هتبقى صاحبة البطل، هتبقى قريبة البطلة من بعيد أوي وجاية مشهد وتروح. خد حتى رندا البحيري لما خلاص ابتدت هتلاقيها واخدة دور أكبر شوية، بيبقى فيلم هابط من الأفلام اللي هي ستايل أفشل أفلام في شباك التذاكر اللي إحنا عاملينها دي، إن هو فيلم حد عايز لسه داخل الإنتاج عايز يعمل فيلم، فبيجيبوا ممثلين كانوا نجوم قبل كده، والفيلم ما بيجيبش من 100,000 جنيه إيرادات ولا 200,000 جنيه إيرادات، زي فيلم الشرابية أو دولارات اللي هي شاركت فيهم. خامس اسم معانا هو فتحي عبد الوهاب. وفتحي عبد الوهاب أنا باشوفه الجوكر بتاع السينما المصرية، إن الراجل ده بيعرف يعمل لك أي دور، هيعمل لك دور طيب، دور شرير، يعرف يعمل لك غني، فقير. دايمًا هتلاقي الممثلين اللي ماسك الطبقة اللي تحت ما يعرفش يعمل إن هو رجل أعمال ومعاه فلوس، فتحي عبد الوهاب بيعرف يعمل الاتنين. وفتحي عبد الوهاب برضه قعد في فترة انتشار مثلًا 10 سنين، عمل فيهم بقى سهر الليالي، وعمل وشارك في فيلم أرض الخوف مع أحمد زكي، وفيلم راندوفو من الأفلام اللي على الله حكايتها، لحد ما جاله الوقت بقى خلاص إن هو هيعمل بطولة، وعمل فيلم فرحان ملازم آدم. كانت حدوتة القصة ما شدتش ناس أوي والفيلم يعتبر فشل، ورجع خطوة لورا. بس فتحي عبد الوهاب خلاص ابتدى يعرف إن هو هيحط نفسه في المكان اللي هو عايزه، إن هو ممثل جامد جدًا، بس مش هو الكاركتر أو مش هو الشخصية اللي ممكن تدور حواليها الأحداث. ممكن هو ينجح عمل لو هو دور تاني، لكن لو هو دور أول ممكن العمل ده ما ينجحش. ابتدى برضه بعدها بسنتين يطلع في أفلام مشهد واحد ولا مشهدين زي فيلم عودة الندلة. بعد كده رجع بقى ينوع لك في الأدوار بتاعته، يعني يطلع لك مثلًا في فيلم طيب زي فيلم قص ولزق، بعد كده يطلع لك في فيلم شرير زي فيلم البلياتشو بتاع هيثم زكي، بعد كده أحلام حقيقية في كباريه. عمل أو شارك في أفلام كتيرة أوي نجحت، إن هي خلاص ثبتت مكانه في السينما المصرية وفي المسلسلات. وأنا باشوف بصراحة فتحي عبد الوهاب هو أقوى واحد في القايمة دي. وآخر حد معانا في القايمة دي هي بشرى. وبشرى هتلاقيها من الناس اللي أنت مش هتفتكر لها أعمالها بسرعة، يعني لو حد قال لك قُل لي 3، 4 أفلام لبشرى مش هتفتكر بسرعة، أو إن هي بشرى كانت بتغني مش هتفتكر لها الأغاني بتاعتها أوي. إن بشرى كانت أول حاجة ليها تسمّع مع الناس هو كان مسلسل أو sitcom شباب أونلاين، وده طلّع نجوم كتيرة أوي زي أمير كرارة. بعد كده برضه شاركت في أعمال قليلة لحد لمّا عملت فيلم فتح عينيك، الفيلم ده بتاع مصطفى شعبان وكان فيلم حلو. وعملت فيلم كلام في الحب وعن العشق والهوى بتاع أحمد السقا ومنى زكي. وعملت فيلم أنا مش معاهم، ده كان بطولة أحمد عيد، وده من أحلى الأفلام لبشرى وأحمد عيد، لحد لمّا جه المنتجين قال لك بشرى دي إيه، هي دي بقى ياسمين عبد العزيز الجاية، إن إحنا نعمل لها فيلم الحكاية فيها منة. والفيلم كان كوميدي ودمه تقيل أوي، أنا كنت باحب الفيلم ده وأنا صغير، كبرت اتفرجت عليه ما كنتش طايق نفسي، فأنا مش عارف إيه اللي حصل ده. إن هو كان معاه كمان البطولة إيساف، فدي يعني
ما فيش أسوأ من كده. بعد كده رجعت بقى دي نُص خطوة لورا، إن هي بقت مش هي البطلة الكوميديانة زي مثلًا مش هيطلّعوها زي ياسمين عبد العزيز، بس هتبقى هي البطلة الكوميديانة هيجيبوا بطل بس مش نجم أوي، زي فيلم مستر أند ميسيس عويس ده كان بطولة حمادة هلال، وفيلم جدو حبيبي ده كان من بطولة أحمد فهمي المطرب. الفيلمين بيلعبوا في اللي هو رينج 4/10، 3/10 حاجة كده. بعدها بُشرى بقى خلاص بقى اختفت نهائي، هي بتمثل ورجعت من سنتين عملت أولاد حريم كريم 2، بس مش هتفتكر لها أي أعمال قوية. إن هي دلوقتي بُشرى، إن أنت ممكن تفتكر بُشرى إن هي منظمة مهرجان الجونة، إن مهرجان الجونة من ساعة ما اتعمل هي بُشرى بتشارك في التنظيم بتاعه، لكن مش هتفتكر لها أفلام أو مسلسلات، حتى لو هي شاركت في مسلسل قوي أو فيلم قوي مش هتفتكر الدور بتاعها أوي. وبس دول كانوا ممثلين اتظلموا بسبب أدوار البطولة اللي عملوهم. السلسلة دي شكلها مكملة، إن في نجوم كتيرة أوي عملوا أفلام بطولة بعد كده اختفوا وما مثلوش تاني أو ابتدوا يعملوا أدوار صغيرة أوي. ويكون الفيديو بتاعنا خلص لحد هنا. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لنا لايك وشير للفيديو وتشترك في القناة لو أنت أول مرة تشوفها.